السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في فيديو جديد على قناة بيبل فوت. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. صح شريبتكم ونشاهدها وعلى حسب الوقت تشوفوا فيه الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على آخر أخبار اللاعبين الدولية في الدوريات الأوروبية، وباش نحكيو على برشا تفاصيل أخرى. أتمنى الناس الكل تصليوا على النبي قبل ما نبداو الفيديو، صلوا عليه وسلم. متنساش تشترك بالقناة وتفعل الجرس ويلا بينا. خلينا نشوف مع بعضنا الأخبار هذا اللي جينا من منصة بنوين. لن تحقق تشكيلة أحلام المنتخب التونسي المحروم منها. خلينا نشوفه مع بعضنا. قال هذا حول الملاعبية اللي يرفضوا المنتخب التونسي في السابق. خلينا نشوفوا أنا من اللاعبية هذوما عندنا كريم الرقيق. كريم الرقيق كان يرفض المنتخب التونسي. عندنا ياسين العياري لاعب برايتون السابق اللي كان يرفض المنتخب التونسي زاد. عندنا وسام بن يدر زاد رفض المنتخب التونسي. وزكي العمدوني ويوسف الشرميتي. الحقيقة في الأسامي هذه الكل اللي رافضة المنتخب التونسي للأسف، يعني حاليا مستواهم الكل تقريبا في تراجع، إلا لاعب واحد واللي هو يوسف الشرميتي. الحقيقة يقدم في مستوى باهي مع فريق نيرست الاسكتلندي، خاصة في المباراة السابقة اللي كانت ضد خاصة في المباريات السابقة في مباراة سابقة كانت ضد فريق سلتيك. قدر انه يسجل زوز اهداف ضد فريق لعبنا سيباستيان تونكتي. المهم انه اللاعبية هذوما الحقيقة يعني في الوقت اللي حابين عليهم كانوا في أندية باهية، وتوا حاليا يعني يلعبوا في أندية متواضعة على الآخر. خلينا نشوف مع بعضنا اكتشاف جديد بفرنسا. أيوة، يعقوب المهابل يشغل خطة حارس مرمى بفريق جارديان كليب، وهي من مراكز التكوين المعروفة بحسن صقلها وتطويرها للمواهب. أيوة، يعتبر يعقوب من أبرز الحراس الشبان الصاعدين بفرنسا في سنة، حيث تحصل على العديد من الجوائز الفردية في عدد دورات دولية، كما أنه محل متابعة من نوادي مرسيليا ونيس وغيرهم من الفرق البارزة. من أبرز مميزات يعقوب لعبه الجيد بقدمه، فنيا يعتبر ممتاز في قراءة الكرات العالية وحسن التمركز ومساهمته في بناء الهجمة، إضافة إلى طوله المحترم. حارس لمتابعة، نتمنى له مزيد من التوفيق والنجاح خلال مشواره الرياضي والدراسي. إن شاء الله كل التوفيق ليعقوب. شوف مع بعضنا مواهب أخرى. نينو دي إيطالي تونسي 18 سنة، ظهير أيسر، يلعب في فريق بروكسل النشط بالدرجة الثانية البلجيكية. الحقيقة الفترة الأخرانية فما برشا ملاعبية شبان يعني قادرين انهم يصنعوا الفارق المنتخب التونسي في المستقبل. ان شاء الله نحافظوا عليهم وان شاء الله يعني يقدموا مستويات باهية ان شاء الله. نزلنا مواصلين مع اللاعبين الشباب. متوسط الميدان التونسي مالك المصراتي مسجل هدف التقدم لتشجارت امام اوكسبورغ في اطار الدوري الالماني لفئات اقل من 17 سنة. 3 أهداف لمالك خلال المباريات الخمسة الأخيرة. موهبة تونسية صاعدة بقوة في ألمانيا، إن شاء الله ربي يوفقك. خلينا نحكيو على منتخب أقل من 20 سنة. المدرب نبيل طرابلسي يدشن مشواره مع منتخب أقل من 20 سنة بمواجهة مزدوجة أمام المنتخب الموريتاني. أهمية هذا التربص تكمن في حضور كامل المحترفين لأول مرة، مما يرفع سقف التوقعات لهذا الجيل الذهبي مواليد 2007 وما فوق. المواعيد 27 و 30 مارس 2026 في ملعب شادلي زويتن إن شاء الله. منتخبنا أقل من 20 سنة الحقيقة فيه برشا ملاعبية بهم برشا يستحقوا المتابعة. إن شاء الله باش نشوفوهم في المستقبل مع المنتخب الأول، يعني بعد عامين مثلا. خلينا نحكيو على منتصر الطالبي واللي كان متواجد في التشكيلة الأساسية، التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا. منتصر الطالبي على رغم أنه فريق لوريون ودع البطولة هذه على حساب فريق نيس، فريق لعبنا الدولي عليه العاب، إلا أنه منتصر الطالبي كان موجود في قائمة أفضل اللاعبين، وهذه حاجة باهية برشا. خلينا نحكيو على المباريات الودية اللي باش يخوضها المنتخب التونسي في إطار تحضيره لكأس العالم. هي الحقيقة 4 مباريات باش تكون مباراة ضد فريق هايتي يعني الفريق هذا أو المنتخب هذا ترشح لأول مرة لنهائيات كأس العالم، أول مرة في تاريخه. باش نلعبوا ضده مباراة يعني في كندا، باش تكون في تورنتو. الوقت باش يكون 8 بتوقيت المحلي، يعني بتوقيت كندا إن شاء الله.
الجالية التونسية في كندا إن شاء الله باش تكون حاضرة في المدرجات لدعم المنتخب التونسي في مبارواته اللي باش تكون ضد فريق هايتي يوم 28 مارس. وباش تكون عندنا مباراة أخرى في كندا زادة، المرة هذه باش تكون ضد المنتخب الكندي في 21 مارس في المعسكر الجاي. كندا فريق ماهوش سهل، فريق قوي برشا، عنده برشا ملاعبية باهيين وينشطوا في أندية كبيرة في أوروبا. باهي، خلينا نحكيو على بالنسبة للمباريات هذه، مباريات هايتي ومباراة كندا، مباريات هذوما الزوز مهمين برشا برشا بالنسبة لينا، خاصة كونه يعني باش نتعرفوا على الوجه المنتخب التونسي لأول مرة، يعني باش نشوفوا صبري اللموشي، باش نشوفوا الاختيارات والقائمة اللي باش يعملها، باش نشوفوا التشكيلة اللي باش تكون، طريقة اللعب اللي باش تتلعب، يعني ضد فريق هياتي أو ضد فريق أو ضد منتخب يعني كندي. إن شاء الله التفاصيل هذه يعني باش تكون مهمة برشا باش نعرفوا بها الوجه اللي باش يظهر بيه إن شاء الله المنتخب التونسي في كأس العالم. وباش تكون عندنا زادة زوز مباريات وديين أخرين، باش تكون مباراة يعني في المعسكر اللي بعد معسكر مارس اللي هو معسكر جوان. تونس باش تلعب ضد النمسا 1 جوان 2026، باش تكون الماتش هذايا في فيينا النمسا، في معناها مع 9 غير ربع بتوقيت المحلي، يعني بتوقيت النمسا. باهي، المباراة الرابعة باش تكون ضد منتخب البلجيكي في بروكسل في بلجيكا بالتوقيت المحلي لبلجيكي، باش تكون ثلاثة يعني تقريبا في تونس الأربعة تقريبا. حاجة باهية برشا المباريات هذه. شوفوا في يعني المنتخب التونسي يحاول يواجه أكبر عدد ممكن من الأندية الأوروبية، خاصة قبل كأس العالم، بما أنه يعني باش نلعبوا ضد منتخب هولندي. المنتخب الهولندي على فكرة باش يلعب مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري. الحقيقة فرصة لينا يعني منتخب الجزائري ولا المنتخب التونسي يعني ولو انه الكاليتي يعني تاع الملاعبية يعني في المنتخب الجزائري افضل، ان انه البروفيل او يعني منتخبات شمال افريقيا بصفة عامة يعني تقدم تقريبا نفس المردود، خاصة في كأس العالم وخاصة ضد مباريات يعني ضد المنتخبات الأوروبية. باش نشوفوا المنتخب الجزائري كيفاش باش يكون أداؤه ضد المنتخب الهولندي، وباش نشوفوا المنتخب الهولندي يعني كيفاش باش تكون طريقة لعبه وكيفاش باش يتعامل مع مباريات هذه. المنتخب الهولندي أكيد يعني مباراة اللي اختار إنه يواجه المنتخب الجزائري يعني كتحضير يعني المباراة ضد المنتخب التونسي في كأس العالم. المهم كل هذا باش نتعرفوا عليه إن شاء الله في وقته. يعني المباريات هذه باش تكون مهمة للمنتخب التونسي باش نعرفوا بها صبري اللموشي والإطار الفني شنو هي الخدمة اللي خدموها طوال الأشهر هذيا، هل بتأتي ثمارها ولا لا، وإن شاء الله نحققوا الفوز مش كيف المباريات الودية هو علاش لا نترشحوا يعني من مجموعتنا لكأس العالم. يعني الحديث هذايا مزيان بكري عليه. المهم يعني ما تبقى لي كم باش نقول لكم نلقاكم فيديو قادم إن شاء الله، وسلام.